النهارده بقى يا جماعة عملت بقى صينية أجنحة كده بالبطاطس، بس حلوة قوي. بس أرجو بس اللي يكون فيه لايكات، يعني اللايكات عندي ضعيفة قوي قوي. ويعني رجاء يعني اللي هو يبقى فيه لايكات شوية عشان القناة وكده. تعالوا بقى نشوف الوصفة عاملة ازاي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني. معايا كيلو ونص من الأجنحة، لتاني مرة بعملها على القناة، بس النهاردة هنعملها بوصفة مختلفة. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. انا جبت الكيلو ونص من الأجنحة، غسلتها كويس جدا ونقعتها في المحلول لمدة نص ساعة. تمام. نجيب بقى الصينية بتاعتنا. معايا بصلتين كده اهو، هنقطعهم على ايدينا، مش هنعملهم في الكبة اهو. نمسك بقى البصل بتاعنا كده ناعم. عملت بقى البصل بتاعي قطعته كده، والبصل بتاعي ده حامي قوي، يعني الاتنين عاملين لي ايه، حمو جامد في عينيا. جبت بقى، شايفين البطاطس بتاعتي انا عايزاها كده. جبت بقى ايه 4 بطاطسات كده، بس احنا لو حسبناهم هنلاقيهم 3 كبار، عشان هي صغيرة يعني. وهقطعها طرنشات. الطرنشات دي كده هنقطعها زيها اهو. قطعت بقى البطاطس بتاعتي، بس كمان صغيره زي ما انا بقول لكم ايه، يعني حتى نسيت الصغيره دي. بنقول يعني زي 4 حبات بطاطس كبار، يعني هنحسبها كده حبه صغار صغيرين على قد تبع الكميه اللي انت عايزاها، او اللي ايه اللي انت حباه انت وولادك. والبصل برضو حبه تكتري براحتك، حبه تحطي 2 زي ما انا حطيت كده بصلتين براحتك. معايا بقى التتبيله، معايا معلقتين صغيرين ملح، معلقه صغيره كاري، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه تتبيله فراخ، معلقه بابريكا، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، ومعايا ورقتين من ورق الراوي. ماشي. هنزل كده بالحاجات دي كده وهدعكها. التتبيله دي هدعك البطاطس مع البصل كده، مع كله مع بعض اهو. وهنزل برضو بالاجنحه بتاعتي، تمام، عشان انا عايزاها تتبل مع البطاطس اهو. همسك كده وادعك اهوت. وعندي رقبه كمان جبتها، يعني كل اللي انت حابه تحطيه في الصينيه بتاعتك حطيه، وعادي لو هتعمليها فرخه. احنا بقولك يعني ايه، ده اضعف الايمان اللي انت تعمليه الاجنحه. بقى بمعلقه واحده بس تبصر رمان، معلقه صغيره كده تبصر رمان. انا لما بحب يعني ان انا اعمل فراخ او حاجه من اللحوم او الفراخ، بحب عليها تبس الرمان، بتديني طعم حلو قوي للاكل كده. هرص بقى الصينيه بتاعتي البطاطس اهوت، وهنزل عليها بالاجنحه واحده واحده كده، هرصها معاكم اهيت. وهننزل بالاجنحه بتاعتنا كده، بنسحب لورا كده ونرص، نسحب لورا ونرص زي ما انت شايفه اهو. بقى ما رصيت الاجنحه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، هنزل بقى بعصير طماطم، يعني ايه نص كيلو كده من عصير الطماطم، تكون عصراه كويس جدا ومصفياه وهننزل بقى على البطاطس والاجنحه بتاعتها. هنزل كده بقى بكوبايتين من الميه. تمام. انا بقول لكم انا بحب البطاطس يبقى فيها صلصه شويه، وحدانا محمد نفس الحكايه. اللي حابب البطاطس بتاعته تبقى ناشفه ده حاجه ترجع له، امال انا بحب اللي هي يبقى فيها ايه ميه كده، اللي احنا ايه زي شوربه كده يعني، نغمس بها يعني. هنحطها بقى في الفرن بتاعنا على درجه حراره 200 لمده يعني ايه نص ساعه، ساعه الا ربع، على قد ما تاخد، انا مش مستعجله عليها. وادي بقى صينيه الاجنحه بتاعتي بعد ما طلعتها من الفرن حلوه قوي، والاجنحه بتاعتي استوت بقى وبقت تمام اهي، شايفين؟ والبطاطس كمان استوت وقالت كده يا سوا كمان، وشايفين اهو. والطعم حلو قوي والريحه حلوه،
وحاجة بسيطة وسهلة. وادي الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب يكون عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مرة بتشوفونا، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مع الف سلامة، باي باي.